النهاردة هنحكي حكاية من أغرب الحكايات اللي اتحكت على السفن في المحيط. سفينة الأشباح ميري. في يوم 4 ديسمبر سنة 1872 طاقم سفينة بريطانية كانوا ماشيين في عرض المحيط الأطلسي، وفجأة ظهر قدامهم مشهد يجمد الدم في العروق. سفينة ضخمة جدا بتتمرجح وسط الموج، اسمها مكتوب بخط واضح ميري. الغريب إن السفينة كانت ماشية من غير أي إشارة استغاثة، ولا دخان ولا أي طاقم ظهر على سطحها. القائد قرر يطلع مع رجالته يكتشفوا إيه اللي في السفينة. لقوا منظر لا يصدقه عقل. الأكل لسه موجود على المائدة كأنه لسه متجهز دلوقتي، أدوات المطبخ في مكانها، هدوم البحارة متعلقة بعناية، البوصلة والخرائط والأجهزة البحرية كلها سليمة، حتى المخزن مليان من الأكل والشرب، كل حاجة في مكانها إلا شيء واحد، البشر. الطاقم بالكامل اختفى وكأن الأرض بلعته. اللي زاد الرعب أكتر إن السفينة ما كانش فيها أي أثر لهجوم، ولا حتى قتل ولا تكسير ولا حتى خوف بين الركاب. الحاجة الوحيدة المفقودة كانت قارب النجاة. لكن ليه يسيبوا سفينة ضخمة ويهربوا بمركب صغيرة وسط المحيط؟ مفيش أي منطق. من يومها والعلماء بيحاولوا يفسروا، لكن كل التفسيرات بتفتح أبواب جديدة من الرعب. في ناس قالت إنهم اتعرضوا لهجوم مخلوقات بحرية، وفي ناس قالت إن السفينة دخلت دوامة غامضة ابتلعته، وفي ناس تانية بيقولوا إن الطاقم وقع ضحية تجربة سرية أو ظاهرة ما ورائية. لكن الحقيقة محدش يعرف، وميري بقت سفينة الأشباح، لغز بلا حل لحد النهاردة. تفتكر إيه اللي حصل لطاقم ميري؟ هل غرقوا وسط الأمواج ولا اختفوا في عالم تاني؟ اكتب رأيك تحت في التعليقات، لأن البحر لسه بيخبي أسرار.